حضرتك قلت إن ما ينفعش نستخدم الصاعق الكهربي كوسيلة حماية، طب رذاذ الفلفل؟ احنا قلنا قبل كده إن الصاعق ممنوع، طب رذاذ الفلفل المصنوع يدويا إمتى يكون دفاع وإمتى يكون جريمة؟ إسبراي الفلفل ينفع يكون وسيلة دفاع شرعية بس بشرط واحد واضح، تستخدمه بس للدفاع عن نفسك وبمقدار الحاجة. يعني لو حد بيهاجمك فعلا، لكن ما ينفعش تمشي بيه دايما معاك على طول وتطلعه وترش على اي حد يضايقك او حد رخم عليك. ده مش دفاع، ده هجوم وبيتحول لجريمه وجنايه لو السبب ادى لاصابه او عاهه. وده غير ان لو السبراي ده معمول او مخلوط بماده كيميائيه مضره، الموضوع اكبر بكتير. وقتها ممكن الانتقال من جنحه لاستخدام خاطئ لجنايه ممكن تسبب عاهه، والعقوبات بتتحول من ايام وشهور لسنين، وفي حالات العاهة بتوصل لعقوبات أتقل. الخلاصة خليه بس للضرورة، استعمله دفاع متناسب وما تخليش منه وسيلة ترهيب. القانون ما بيسمحش باستخدامه خارج حدود الدفاع. احمي نفسك من غير ما تأذي غيرك.